إنسان في هاد الحياة إنك يصيبو شي حاجة من طرف الجان يولي عايش الرعب في حياته. ولا الإنسان ولا عايش الرعب في حياته ما كتبقاش زوينة وكتولي خايبة بزاف. ويقدر داك العالم ديال الشياطين يبقى تابعو طول ما هو حي، ويقدر يسطيه في دماغه ويردو حمق. الناس كيشوفوه حمق يقولوا هاد السيد هذا ما عرف شنو سطاه، ولكن يكون العالم ديال الجن هو اللي سطاه وردو بحال هكا. ومن هذا المنبر الخوت نوصي اي واحد يبعد كل البعد من هذا العالم البائس، هذا العالم اللي ما فيه حتى شي حاجه من غير الرعب ومن غير الاذى. حيت ربي سبحانه وتعالى خلقنا حنا في جهه وهما في جهه، حتى واحد ما كيجيبها مع الاخر وحتى واحد ما كيكون عايش بحال الاخر. هما عالم ديالهم وحنا عالم ديالنا، حنا ما كنشوفوهمش وهما كيشوفونا، وهما عايشين حياتهم حنا عايشين حياتنا. علاش حنا كنعرضوا راسنا اننا هما يأذيونا؟ وربي سبحانه وتعالى دايرنا الاذكار ديالنا باش ما نتاذاوش من الطرف ديالهم، وربي دايرنا القران الكريم. ولي الانسان الا كان كيقرا ديما القران الكريم مستحيل يتآدى من هذا العالم هذا، حيت هما ضعاف قدام القران الكريم، بالخصوص سوره البقره اللي كيقراها في البيت ديالو كل 3 ايام الشيطان ما كيقربش البيت ديالو ولا الجنود ديالو طبعا. وحنايا خصنا نكونوا بعاد عليهم وما نقلبوش عليهم وما نسولوش عليهم وما نقربوش للسحر، حيت بزاف ديال النساء بغوا يسحروا رجالتهم، ولكن هذا الشيء هذا يصدق الراجل مآدي بصح، والمرأة في نفس الوقت حتى هي كتآدى مع الوقت وكتولي عبدة لإبليس أو لا أمة لإبليس. ما علينا، نبداو القصة ديالنا ديال اليوم ونسربوا خيوطها من بعد ما نعرفكم شكون أنا سميتي محمد، العمر ديالي 27 سنة، إنسان عايش في واحد القرية. وهاد القرية هادي اللي معروفة بالفلاحة ومعروفة بواحد فلاحة بالضبط، وهي الفلاحة ديال الزيتون. معروف بزاف الزيتون عندنا رغم قلة الأمطار اللي ولات مؤخرا، ولكن حنا كان عندنا واحد الواد اللي داز من حدانا كنا كنسقيو الأشجار ديال الزيتون، وكان الخير ديال الله. كان شحال هادي مني كانت باقا النية يجي بنادم عندنا وكنعطيوه الزيت فابور. ما في هاد الزمان اللي ولا واحد كياكل الاخر، حتى واحد بقى كيعطي الاخر ولا كيبغيو غير يبيعو. برت ما بين واحد جوج والدين، واحد خويا صغير اللي كان كيصغر مني بشي 5 سنين، كان سميتو معاد. كنا عايشين واحد العيشه اللي زوينه، ما نقولوش الغنى وما نقولوش الفقر، عاود المدقع ما بين وبين. كبرت وقريت شويه حتى ديت الباك ديالي. ملي دخلت لافاك درت واحد الشعبه اللي كانت صعيبه شويه، درت ادب فرنسي وانا كنت ضعيف في الفرنسي. ما عرفتش شكون اللي خلاني ندير هاد الشعبه وانا ضعيف فيها، ولكن الهضره ديال بنادم هي اللي جعلتني نديرها. صحابي بداو كيزعموا فيا يقولوا لي محمد نديرو الفرنسي يا صاحبي. دوك صحابي فعلا كانوا شويه فيها، ولكن انا كنت مسطل. ضربت فيها العام الاول، دخلت في جامعه لي موديل وخرجت بحالي من لافاك. من تما تحركت لواحد المدينه اللي كانت كبيره حدانا، ما كانوا الشوارك، حيت كانت في السي في ديالي الشركات. غير واحد النهار وتهزيت في واحد الشركه والحمد لله وليت خدام، واخا صالير ماشي شي حاجه، ولكن كاري بويت مع الدراري وكان ضيباني مره نمشي عند الوالدين. ديك المدينه كانت قريبه للقريه ديالنا، كنت بما ما كنكونش خدام شي ايام كنت كنمشي على ايين. مشيت كنت عايش عادي. حتى واحد النهار من الايام وبدات كتجيني الفكره ديال الزواج. كنقول انا محد عندي 27 عام ودابا خدام مستقر، نتزوج ونخلي مراتي مع الوالده ونعيش عيشه مزيانه وما كاين فيها حتى شي مشكل. فعلا بديت كنفكر في هذه الفكره هذه. غير واحد النهار كنت جيت في الويكاند عند الوالدين، والوالد ديال داك النهار كان ناشط وما سبقلوش داك النشاط هذاك، كان قليل فين كيكون ناشط داك النشاط بحال هكاك. كنا كنشرب واحد الكاس ديال اتاي والوالده حتى هي كانت، وقلت راه من حد الجو زوين بحال هكا راه نقترح عليهم هذه الفكره هذه. حتى قلت للوالد قال لي نعم ولدي بغيت ندوي معاك. قال لي الله يسلم معنا اخبار الخير، ان شاء الله ما كاين غير الخير. قلت برا بغيت نتزوج. قال لي الله ولدي بغيتي تتزوج بصح؟ اييه با والله. قلت با بغيت انا ندير وليداتي وحدي باقي صغير والحمد لله راني خدام دابا. قال لي ولدي ما قلتي حتى شي حاجه فيها العيب. الوالده ديالي شافت فيا بواحد النظره ديال الابتسامه وقالت لي ولدي والله لا احسن ما دير، ياك ما طيح على شي بنت الناس عارفها ولا حاط عينيك. لا الوالده بغيتكم نتوما تقلبوا لي على يدكم. الوالد قال لي ان شاء الله ولدي انا كنعرف واحد السيد صاحبي راه كيعرف شي عائله ديالو لا عمرها دار، وانا غادي نقلب لك ان شاء الله، وانا ان شاء الله غادي نقولها له وباش ما كان ان شاء الله رد عليك. دابا انت غير خدم خدمتك
ان شاء الله ما يدير ربي غير خير. صافي كملت حياتي كما قال الوالد ديالي، السيمانه الاولى السيمانه الثانيه، حتى واحد النهار وكنلقى تليفوني كيصوني، شفتو لقيت النمره ديال الوالد، هضر معايا وسول فيا وقال لي واش باقي عندك نفس الفكره ولدي؟ قلت له نعم الوالد، واش حنا كنتفلاو هنا؟ قال لي ولدي راه لقيت لك واحد بنت الناس وماشي انا اللي لقيتها، لقى هذاك السيد اللي قلت لك عليه. قلت له با وفين كاينه هاد بنت الناس هادي؟ قال لي ولدي ما كايناش هنا في البلاد طبعا، ولكن كاينه بعيده، ولكن ناس زوينين صراحه الله، على ما قال لي السيد ناس متقي الله ودراوش وماشي من داك النوع اللي يطمع غير في الفلوس. قلت له صافي با مرحبا. السيده شحال في عمرها؟ قال لي يا ولدي عمرها 19 عام وقاريه حتى للباك وبين فيها انسانه مثقفه، والديها لا امرهم الدار حتى هما. قلت له صافي ابا ان شاء الله نجي في هذا الويكاند ونتحركوا لعندهم، ولا انا غادي نشد واحد 3 ايام اللي بغاو يعطيوها لي الويكاند و3 ايام اخرى يلا نجيو مع الوقت. قطعت عليه وانا فرحان وقلت الحمد لله مني ربي سبحانه وتعالى يسر الامور ولقيت هاد الناس، ونطلب الله ان شاء الله نتفاهم انا وياه. رجعت ذاك الويكاند نيت وانا فرحان، لقيت الوالده ديالي شاريه لي داكشي كامل ديال الخطبه، وقلت كنا غادي نكريو واحد الطوموبيل، ولكن في الاخر ما كرينا لا طوموبيل لا حتى شي حاجه. ولكن واحد صاحبي اللي كان عشيري ديالها بصح كان تما في البلاد كان عنده واحد الطوموبيل كان كيخدم بها وقال لي ديها، رغم ما كانش شي طوموبيل زوينه ولكن حسن من الكرا، حيت 5 ايام غتبقى لي غاليه بزاف، وانا كما قلت لكم صالير على قد الحال وصافي. ركبت في ديك السياره داك النهار في الصباح بكري وبقينا غاديين لديك المدينه اللي كانت بعيده، تحركنا بقينا غاديين في الطريق وفرحانين، ولكن هاد الفرحه ديالنا ما كملاتش حيت دخل فيها العالم الخفي واللي هو العالم ديال الجن والشياطين، واللي حنا دخلنا فيه بلا ما نعيقوا في راسنا ودخلنا للعالم ديالهم رغم عنا. كنا غاديين في الطريق وكانت تقريبا قاتنا لديك المدينه او لديك القريه اللي ساكنين فيها دوك الناس شي 100 كيلومتر. طوموبيل ديك الساعه فاتها راسها كتسمع شي صداع وهي توقف. نزلنا في ديك الطريق تما وبقينا كنشوفوا الطوموبيل كيما كتقول مالها، انا كنشوفوا ياك ما تريكل، حلينا داك القدام ديالها والوالد ديالي بقى كيشوف وحتى انا بقيت كنشوف. واحد الوقيته بقيت كنديماري فيها ولكن ما بغاش الديمار. جربت على انني نجبد تليفوني ونصوني على صاحبي اللي عطاني الطوموبيل نسولو، ولكن لسوء الحظ كان الريزو ما كاين لا ديال الكونيكسيون ولا ديال الهضره، كونيكسيون محيد. سولت الوالد وقلت له جبد التليفون ولكن نفس المشكل. كان ديك الساعه العصر ودن، بقينا كنتسناو ياك ما يجي الريزو ولكن والو. جينا طلعنا فوق واحد الجبل اللي كان قريب من تما ولكن نفس المشكل، حتى الحال كيظلام حتى ظلام الحال ديال بصح، وما لقينا كيفاش نديرو. طوموبيلات ما كيدوزوش من تما من ديك الطريق باتاتا، ما عرفتش علاش، واش حنا سلكنا شي طريق اللي ما كيدوزش منها الطوموبيلات عكس الطرق الاخرين، ولا شي حاجه واقعه. بقات ظلام الحال مزيان وفات العشاء ولا واحد البرد بزاف عكس المعتاد. ودوك الايام اللي مشينا فيهم حنا كان وقت الصيف كانت الحراره، ولكن داك الليل تما كان واحد البرد كبير وما كناش لابسين علينا مزيان. دخلنا للطوموبيل وسدينا الشراجم وكلشي، ولكن نفس المشكل. حتى لواحد الوقيته بدينا كنسمعوا الصوت ديال شي ناس يغنيو وكيطبلوا وكيشطحوا مور داك الجبل اللي كنا طلعنا له، وقلنا ما يمكنش هاد الخلا كامل غيكون فيه الناس، راه هادشي مستحيل. ولا كانوا هاد الناس هادو كون كيوصلهم طوموبيلات ما دازت من هنا. فكرت مع راسي وقلت على انني نمشي، ولكن الوالد ما خلانيش، قال لي غادي نمشي انا ولدي، تا ولدي بقى مع امك هنا. مشى الوالد ديالي وبدا كيتحرك ناحيه داك الشيخ اللي كان مور داك الجبل، طل وبانت له النار، حيت انا كنت تابع من اللور وكنشوف غادي عندهم حتى وصل، ولكن ملي وصل عندهم تافاو وتا هو اختفى معاهم. حيت كنغوت وكنعيط عليه ولكن ما كانش عنده الاثار. رجعت عند الوالده ديالي وكانت خايفه بزاف، امي راه با اختطفوه، واش هادوك ناس ولا جنون ولا شنو؟ قالت لي ولدي هادوك غالبا غادي يكونوا جنون. امي راه با خصني نمشي عنده نشوف شنو واقع. قلت لي ولدي عافاك نمشي معاك. لا لا مهمتي، قلت لها بقي هنا، انت غتمشي تما تنديروا لك شي حاجه، عافاك انا غنمشي نشوف ونرجع. بقات كتحاول معايا ولكن انا ما بغيتش نديها معايا، خفت هي توقع لها شي حاجه. تحركت ناحيه داك الجبل وفين كان داك الغوات وداك الصداع حتى وصلت لداك الجبل من اللور. ملي وصلت لتما كانت الدنيا ساقله وخاويه وما كان حتى شي اثار ديال شي ناس، ولكن الحاجه الملفته للانتباه هي ان كانت ما واحد المغاره واللي كانت مظلمه والباب ديالها كبير وواسع. وقلت على انني ندخل تما ياك ما يكون الوالد داول تما ولا بحال هذا الشكل. قبل ما ندخل بعدا بقيت كنغوت با ولكن ما كيجاوبني غير الصوت ديالي. زعمت وشعلت الضوء ديال تليفوني ودخلت لذاك المغاره. الاول يلاه دخلت لقيت الحيوط ديالها منقوشين،
شي صور اللي كانت غراب، ولقيت فيها شي تماثيل اللي واقفة ديال بنادم، واحد الريحة اللي كانت ناتنة. كانوا جوج ديال الأنفاق، واحد على اليسر واحد على اليمين. وما عرفتش أنا شنو نختار، ولكن اختاريت اللي على اليسر. وما عرفتش شنو اللي جعلني نختار اليسر، حيت اليمين هو اللي فيه الخير، ولكن بحال شي حاجة كتدفعني لتما. حيت غادي في داك النفق، ولكن طودي تيليفوني مبقيتش محتاجو، حيت كانوا في الجناب ديالو مشعولين شي شموع وغاديين على طول داك النفق. عكس النفق الاخر اللي طليت عليه كان مظلام كامل. حيت غادي وغادي حتى لواحد الوقيته كنسمع الضحك مورايا. كندور ما كنلقى حتى شي حاجه، كنزيد نبقى غادي وهي كنسمع شي واحد كيتألم. ظنيتو في الاول الوالد ديالي، بقيت غادي كنجري حتى ضربت مع واحد الباب ديال الخشب واللي كان لقاني في الطريق وكان مسدود. بقيت كنشوف يميني ويساري، وكان داك الباب ديال الخشب قديم بحال دوك الابواب العتيقه. بقيت كنحاول نحل فيه حتى اخيرا تحل. مني تحل هنايا كانت الصدمه. لقيت واحد القاعه اللي كانت كبيره بزاف، وسط منها واحد العرش كبير بحال العرش ديال الملك، والجناب ديالو كان بزاف ديال الاشخاص واقفين اولا مخلوقات اللي كانت غريبه بزاف. داك العرش كان جالس عليه واحد الجثه كبيره بزاف وغليظه ومشوهه. دا كلشي كيشوف فيا كيقول لي مرحبا بك في المملكه ديالنا السي محمد، علاش جيتوا عندنا وعلاش تعديتوا على الممتلكات ديالنا وعلاش دوزوا مع هاد الطريق اللي مهجوره واللي هي المملكه ديالنا، ودابا نتوما راكم محاصرين عندنا ومسجونين عندنا، والوالد ديالك من بعد ساعات قليله غادي نقتلوه، غادي نقربوه قربال الشياطين ديالنا، وغادي نقربوه قربال سيدنا واللي هو كبير منا، حيت هو كيبغي القرابين من بني ادم. هنايا بقيت كنشوفو مصوم حتى على ركابي من كثرة الرعب والخوف، والدموع بداو كيسيلوا لي من العينين ديالي. بدا كيضحك وقال لي حتى دابا عاد خايف، علاش دزتي مع هاد الطريق؟ رديت عليه وقلت له عافاك سيدي، انا راه ما زدتش بالعاني من هنايا، انا راه جي بي اس هو اللي وراني هاد الطريق هادي، وانا ما نويتش انني نجي عندكم ولا نظلمكم. قال لي انا ما كنعرفوش هاد الشيء دابا. بداو جايين عندي دوك الخلائق هادوك وكتفوني شي سناسل وداوني ورماني في واحد السجن واللي كان عبارة عن بيت خانز، ولكن كان مظلام كامل. بقيت جالس تما وخايف حتى لواحد الوقيته ودخلوا الوالد ديالي والوالده ودخلوهم عندي حتى هما مكبلين. بداو كيبكيو عليا الوالد والوالده، ولكن انا ما لقيتش كيفاش ندير لهم، حتى انا كنبكي. ولكن مع المده بقيت كنفكر كنقول حنايا راه مسلمين، حنايا عندنا القران الكريم اللي كيحمينا من هذا العالم هذا. ما حد هذا الشيء من عالم الجان انا غنتفق مع الوالد ديالي على انهم من يبغوا يحاكمونا بداو نقراو في سورة البقرة. انا ما كنتش حافظ منها بزاف، ولكن الوالد كان ديما كيقرا، يقدر يكون حافظ منها بزاف. ما عرفتش كيفاش في الاول ما طاحتش عليا هاد الفكره هادي. جيت عند الوالد ورمته، بديت كنهضر معاه غير شويه بشويه. قال لي ولدي راه عندك الصح، هذا هو الحل ولدي اللي غادي ديرو ان شاء الله، وربي معانا. حيت حنا ماشي تاملنا نجيو عندهم هما اللي ظالميننا، انا ما ظلمناهمش. دوزنا تقريبا شي يومين وكانوا كيجيبوا لنا شي ماكله اللي ما فيها ما يتكال، واحد الماكله عامره بالدم. ما عرفتش واش الماكله ديالهم ولا كيفاش، ما كناش كنقدروا ناكلوا ديك الماكله ولا نقربوا لها. الوالده ديالي كانت غير كتبكي وساكته، ما قادره دير حتى شي حاجه وما كتقول حتى شي حاجه. جيت عندها وضميتها وبقيت جالس حداها نقولها المهم انت ما تخافيش، راه ما غيوقع حتى شي باس. دازت ديك اليومين كما قلنا، وجاو دوك المخلوقات الغريبه وخرجونا بواحد بواحد، حطونا وسط واحد القاعه اللي كانت عامره بالشموع، ولكن ما حطوناش في اي بلاصه، حطونا في الوسط ديال القاعه واللي كانت وسط لنا واحد الدائره دايره بالشموع، وسط منها شي رموز غريبه فيها 3 دائرات صغار، الواحد حطوه في دائره وبداو كيدوروا بينا كاملين. حتى دخل داك الملك وجلس في العرش ديالو وبدا كيقول اليوم هو يوم النحر ديالكم، غادي نقربكم قربال الشيطان ديالنا واللي هو كيملكنا وسيدنا، حيت نتوما تعديتوا على الحدود. باقي ما كملتش هضرته وشفت في الوالد وشاف فيا وبدينا كنقراو. ملي بدينا كنقراو هما بداو كيشوفوا فينا واحد النظره ديال الرعب، وبداو كاملين كانهم تخلعوا. هذوك المخلوقات اللي كانوا دايرين بينا بداو كيهربوا وكيبحثوا، الشمعات بداو كيتراعدوا، والملك براسو حتى هو قالنا سكتوا، ولكن ما ديناهاش شي وبدينا كنهضروا دايرين الوالده ديالنا وسط منا كانها ما تاداش منهم. هذوك المخلوقات كاملين بداو كيغوتوا واحد الغوات اللي صعيب بزاف. حنايا ملي لقينا الجو مكهرب بحال هكا لقينا على اننا نهربوا، حنا غاديين كنقراو مجهد وهاربين في نفس الوقت. كنشوفوا العافيه شعلت من مورانا والارض تهزات من تحت منا، حنا هاربين وهاربين حتى خرجنا من داك الكهف. جينا كنجريو ناحيه الطوموبيل ولقيناها باقا في بلاصتها لحسن الحظ، ركبنا فيها وديماريتها ولحسن الحظ ديمارات. بدينا غاديين ورجعت مارشالين ورجعت من ديك الطريق اللي دخلنا لها اول مره، وكان الفجر قريب يطلع. يلا خرجنا من ديك الطريق والحمد لله الفجر طلع
وقعد انا حتى حاجه من داك الشيء. انا غاديين التليفون ديالنا رجع له الريزو كما كان، ولقيت الابيلات ديال دوك النساب ديالنا بزاف. وداك السيد اللي كان دبرنا على هاد النساب قلنا لهم راه وقع لنا شي مشكل في الطريق والريزو ما كانش، وداك هو المشكل. وظنونا على اننا ما كناش غنجيو. وصلنا عند الناس والحمد لله استقبلونا احسن استقبال. شفنا البنت وعجبتني الصراحه، وكانت انسانه متفاهمه وظريفه. مشينا ديك العشيه وخرجنا وبقينا كندورو واخا هادشي مبغاش يتسالي. رجعنا عندهم في الليل، وهنايا كانت المشكل. بديت كنحلم شي كوابيس اللي كان فيهم داك الملك، وكان كيقول لي هربتوا منا ولكن الانتقام ديالنا غيجيكم يجيكم غير تسناوه. فقت وحكيت للوالد هاد الحلمه وقال لي ان شاء الله ولدي ما تخافش، ما يدير ربي غير الخير. جينا الصباح درنا العقد انا والبنت، صافي تزوجت بها. ولكن ما كنتش غادي ندير العرس ديك الساعه، بغيت غير نتزوج بها. منين ندير العرس كل العقد واجد. رجعت للدار بعد ما رجعنا في الطوموبيل، ولكن ما وقعنا هاد المره حتى شي حاجه في الطريق. ومن تما وليت كندير واحد القضيه، وليت فيما كان سافر كنولي نقرا اذكار السفر، كنطلق القران في الطوموبيل ايوا نطلق الاغاني ولا شي حاجه اللي تافهه. وصافي من بعد شهر تزوجنا انا وديك البنت، وانا عايش معها دابا احسن عيش الحمد لله. من تما مابقى مبان حتى شي حاجه. بعض المرات كنحلم شي كوابيس، ولكن الحمد لله ما وقعت لي حتى شي حاجه من بعد. ونوصيكم الخوت على انكم ملي تسافروا طلقوا القران في الطوموبيل، لان الا كان شي جن في الطريق يبغي اديكم ولا شي حاجه يسمع صوت القران وغيبعد. قراو الاذكار ديال السفر واذكروا الله سبحانه وتعالى، وديما يكون لسانكم رطب بذكر الله. الخوت والخواتات، القصه سالات. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليونا الكومونتيرات ديالكم اللي قلتوا فيهم، وخا تصليوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندكم الاجر. وبهذا الشيء كتكونوا يعني كتساهموا في انني ندير فيديوهات جداد. وايضا خليو جيم ديالكم، اللي دخل يدير جيم ما خسر حتى شي حاجه. واللي باقي يزيد معنا في القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. يلا الخوت، ليله سعيده ونتلاقاو في قصه جديده. واخر ما نقول سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في خير حال، وإلى الملتقى.